تنمويا انعقد اجتماع إخباري بمقر عمالة إقليم الزاك. قدم برنامج عمل جماعة الزاك اجتماع تقدمه عامل الإقليم. التفاصيل في متابعة حافظ محضار ومحمود الشراكي. برنامج عمل جماعة الزاك برسم سنوات 2023-2027 يجري تقديم معالمه الأساسية أمام أطياف المنظومة التنموية المحلية خلال أشغال هذا اللقاء الإخباري الذي أبرز أهم محددات هذا البرنامج التي ترتكز على الاستجابة للحاجيات ومتطلبات التنمية ذات الأولوية بهذه الجماعات الحدودية. تم عقد لقاء تشاوري في مقر عملية الزاك مع السيد عامل الإقليم ومع ممثلي المصالح الخارجية وحضور السادة أعضاء المجلس. تم التطرق إلى مجموعة من النقاط اللي هي أساسية ومجموعة من المشاريع التي تهم المدينة لا في المجال السياحي ولا في مجال الصحة والتعليم لا غير ذلك. وكانوا تدخلات السادة الأعضاء ولا المتدخلين كانت مهمة. تم عرض برنامج العمل وتم التطرق فيه إلى جميع المجالات، بحيث اعتمدنا منهجية علمية في إعداده باعتماد التشخيص كخطوة أولى والبحث عن الحاجيات والمعيقات اللي تعاني منها جماعة الزاك. انتقلنا بعد ذلك إلى اقتراح المشاريع ذات الأولوية في مختلف القطاعات الفلاحية السياحية، قطاع التعليم، قطاع الصحة إلى غير ذلك من القطاعات المعنية ببرنامج العمل. برنامج إنمائي إذن يعتمد مقاربة شركية بقصد تلبية أهم انتظارات وتطلعات الساكنة المحلية. حاجياتنا تتحدد في تعزيز البنية التحتية ودعم مختلف الخدمات الأساسية بالمنطقة.